السلام عليكم يا غالياتي، إن شاء الله تكونوا هانيين وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم راح نقدم لكم هذه البيتزا بعجينة المكسر. ما فين عجينة المكسر نديرو بها مطلوع، نديرو بها خبز. المرة هذه درت لكم بها بيتزا، جات هايلة ما شاء الله. ودرت لها هكا الحشوة على الجوانب كما راكم تشوفوا، حشيتها في الجوانب. بسم الله، بدينا وعلى نبي صلينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. هنا راح نبدأ بكريمة الجبن، هي الأولى اللي راح نحشي بها الحواشي هذوك. عندي مغرف كبيرة نتاع المارغرين ومغرف كبيرة نتاع الفارينة. تحبوا ديروا نشا ديروا نشا، بصح النشا ما طيبوش كيما هكا. لوحوا كلش بارد في بارد وطيبوا. بصح انا نحب نديرها كيما هكا البنات، يعني حتى بالفارينة كاين اللي يديروها عفوا كاين اللي يديروها هكا بارد في بارد ويطيبوا كلش، خاصة كريمة الجبن. بصح انا نحب نديرها هكا بطريقة البيشاميل، باش طيب لي شوية الفارينة هكا مع الزبدة. ومن بعد باش نبدا نضيف في الحليب. ضفت الحليب بشويه هكا كما راكم تشوفوا، ضفته بشويه. كاس تاع حليب ما يعادل 220 مليلتر. هذا الكاس البنات كيما تعمروه خلاص حتى يقرب يسيح باش يولي يهز لكم 220 مليلتر. هو راهو يعني في الحقيقه يهز 200 مليلتر برك. بعد ما غلى الخليط تاعي نروح نزيد الفرماج. ديروا الفرماج اللي عندكم، اذا عندكم غير مثلثات ديروا 5 حبات مثلثات، واذا عندكم هكا الانواع نوعوا شويه. يعني هذه الانواع بسيطه جدا. درت 3 حبات جبن مثلثات، ودرت حبه تاع جبن ساندويتش، ودرت 2 مغارف كبار نتاع الجبن المبشور، ودرت رشه برك تاع ملح، يعني ما كثرتش بزاف على خاطر راكم تعرفوا الاجبان فيهم الملح. هذه هي كريمه الجبن تاعنا. نفوتوا دوكا العجينه بسم الله. هنا عندي 2 كؤوس دافيين نتاع الماء، وعندي كاس نتاع الحليب. يعني شوفوا حتى وانا ننسى، انا ما نقولكمش لازم يكون دافي، نتوما ديروهم دافي، خاصه كيما ندير خبز ولا ندير بيتزا ولا حاجه لازم الماء يكون دافي. هكا 3 كؤوس تاع السوائل. وعندي بيضه، راح ندير البياض لهنا ونخلي الصفار، يعني انا كي عاد نحتاج الصفار قلت علاش ما نديرش البياض لهنايا في العجينه. تقدروا تستغنوا عليها خلاص، اذا كنتوا راح ديروا بيتزا سامبل وماش محشيه في الحواشي تقدروا تستغنوا على البيضه. درت مغرف ونص نتاع الخميره الفوريه ومغرف تاع سكر، ودرت شويه ملح يعني حسب الحاجه. انا درت حوالي هكاك نص مغرف وزايده شويه على نص مغرف. ودرت 6 مغارف كبار نتاع الزيت. اذا درتوا غير 2 كؤوس تاع السوائل، مثلا كاس حليب وكاس ماء، ديروا غير مغرف كبيره نتاع الخميره، وديروا 4 مغارف تاع الزيت. بصح انا درت 3 كؤوس راكم شفتوا معايا. وراح ندير هنايا كاس ونصف نتاع السميد رطب كما راكم تشوفوا. وين ميكسيها مليح هنايا، يعني هذه المرحله الاهم في هذه العجينات، ميكسيو مليح هنا من 5 دقائق 7 دقائق. المهم حتى تشوفوا العجين نتاعكم يعني ولا الخليط نتاعكم ولا يدير في فقاعات كي البغرير. شوفوا ها بدا يدير فقاعات كما راكم تشوفوا، شوف اختار ولا يدير فقاعات يطلع، يعني تحسيه طلع. ومن بعد تبداو تزيدوا في الفارينه. هنايا هزت لي الفارينه يعني الكل كامل كما نقولوا حنا مجموع تاع الفارينه كامل هزت لي 5 كؤوس ونصف 5 كؤوس ونصف. انا درت 3 وهذا الرابع، دوك نزيد الخامس ونزيد نص كاس. يعني هذه الكميه راهي كبيره تاع العجينه، كميه كبيره ما شاء الله. يسمى هزت لي كاس ونص نتاع سميد وخمسة ونص نتاع الفارينة، يعني بنفس الكاس تقيسي به، سواء الكاس هذا ولا كاس واحد اخر. بصح يعني انا مديلكم هذا بالكاس هذا احسن، خاطر يهز كيما الغرفيه تاع الحليب كيف حتى الغرفيه تاع الحليب يتهز قد وقد قد. هكا نخلط العجينه تاعي مليح، ومن بعد بلا ما نعجنها بلا ما نخليها تختمر، يعني ثم غير ما نخلط بلا ما نعجن، يعني ما نعجن ما والو. نخلطها برك ونبدا يعني نقسم فيها نديرها كريات. دوك نروح يعني نحي العجين من يديا برك ونرجع تشوفوا كيفاش راح ندير. هذا يعني الفارينه الكاس الاخر اللي بقى لي، يعني واش بقى لي منه حوالي نص كاس. هكا نحطها هنا ونكورها فقط بلا ما نخليها تختمر. دوك تشوفوا معايا هنا راح نكورها، ندير 3 صغار شويه وندير 2 كبار. انا عندي صينيات يعني متنوعين، ما عنديش صينيات كامل قد بعضهم ولا صينيات تاع بيتزا سبيسيال. عندي يعني صينيات كان نستعملهم لكل شيء. كيما راكم تشوفوا نكورهم كامل، رشيت شويه فارينه باش ما يلصقوليش. هي تجي عجينه تلصق شويه، خاصه يعني عجينه كي تكون فيها شويه بيض مام بياض برك كيما راكم تشوفوا تبدا تتلصق. ومن الاحسن تخليوها هكا طريه باش تطلع لكم بعد مديلكم نتيجه مليحه، ما تشيحوهاش بزاف. هكا مباشره يعني خليها ترتاح 10 دقائق برك لهنايا، 10 دقائق قد ومن بعد نروح نخبز فيها. يعني العجينه هذه بلا اختمار، يعني بلا ما تتخمر، مباشره تروحي تبداي تحضري فيها. هنا نرققها مليح،
نرققها مليح ويسمى نكسلها، تحاولوا تكسوها هكا بيديكم خير ملي تخبزوها. أي عجينة سواء تاع خبز ولا تاع أي حاجة، يعني كي تكسلوها هكا بيديكم خير ملي تخبزوها. ودرت الكريمة تاع الجبن هكا على الحواف كيما راكم تشوفوا، تخليو 2 سنتيمتر بعيدة على الحافة، باش هذيك الحافة هذيك اللي تطبقيها هكا على كريمة الجبن وتغطي بها كريمة الجبن وتجي محشية من الداخل. يعني كريمة الجبن هذه البنات نديروها باش نقتصدوا في الجبن. اللي بغات يعني وعندها الفرماج بزاف، اذا شرات نتاع البيدون ولا عندها فرماج مثلثات بزاف، ديرو هو نفسه في البوش وتبدا دير فيه في الحواشي، يعني بلا ما دير كريمة الجبن هذه. هذا شغل نزكيو بها الجبن، يعني في بلاصه هذوك 5 حبات تاع مثلثات مثلا ما يحشيولكش هذا الحواشي كامل، تحكمي ديري بهم كريمه الجبن باش يعني تزكي الكميه هكا. ومن بعد ندير صلصه الطماطم. صلصه الطماطم نخلي لكم الرابط تاعها في اسفل الفيديو في صندوق الوصف، خاطر يعني ما طيبتهاش معاكم لهنايا، طيبتها لكم قبل. هذيك هي الوصفه اللي دائما راني بها دائما، يعني ما نبدلهاش. درت هنايا شويه بصله ودرت فلفل حار وحلو، يعني الحار درته من جهه والحلو من جهه على جال الاطفال، وهكاك يعني الولاد ما عجبتهم لا كريمه الجبن هذه تاع الحواشي، لا عجبتهم البصله، ما عجبتهم الخضار. راكم تعرفوا الولاد الصغار ما يحبوش هاد الاشياء الزايده كامله، لان ولادي يحبوا غير هك صوص طوماط، ويحبوا شويه مبشور هكا الجبن مبشور، ويحبوا شويه بيض هكا مغلي، ولا يعني كان فيها فيونداشي معليش، لا كان فيها دجاج معليش، بصح هاد الاشياء تاع الخضار كامل ما يحبوهاش. وحتى الكاشير قالوا لي المره هذه كي طيبته قالوا لي المره الجايه ما تطيبيش ديروه لنا ني من بعد ربيه الفوق. يعني هاني ندير كما بغاو هما وخلاص، ونوع وخلاص. هنايا البنات هذه الثانيه درتها سامبل، هذيك الاولى محسوب كليتها وحدي والولاد ما عجبتهمش كي عاد جات شارجي بزاف، ما يحبوش الحاجه شارجي، مع انها ما فيهاش يعني اشياء يعني يعني كثيره بزاف. شو هما على جال الخضره ما يحبوش الخضره في البيتزا، يحبوا قلت لكم غير صوص طوماط ولا اخر. ومن بعد زادوا حتى ولاو هذه زادوا قالوا المره الجايه ثاني الحواشي ما ديريناش كريمه الجبن. المهم راني ندير كيما بغاو هما وخلاص هكا. هذه درتها سامبل البنات غير صوص طوماط، ودرت لها شويه جبن مبشور طيبتها، وبعد ما طابت درت لها شويه بيض، يعني بيض مغلي ربيته الفوق وخلاص. هكاك هما يحبوها، سورتو الاطفال الصغار دوك يكبروا يندموا على هاد الاشياء الاطفال الصغار ما يحبوش خلاص الخضار يعني. كيما راكم تشوفوا درت لها كيما الاخرى هكا، درت لها البيض في الجوانب بشويه جلجلانيه وخلاص. ودوك تشوفوا الشكل النهائي كيما طابت كيفاه جات. هذه هي البيتزا تاعنا، شوفوا كيفاه تجي ما شاء الله، والعجينه تجي خفيفه ما شاء الله. شوف هنا زودت لها شويه طياب برك، جاتني زايده طياب يعني من تحت كيما راكم تشوفوا، وهكاك وجات طريه وهايله ما شاء الله. يعني العجينه هذه بدون اختمار وهي ما شاء الله، وشي هو تعطيها ترتاح 10 دقائق قد وتبداي تخبزي فيها، يعني بلا ما تتخمر ولا تزيد الحجم تاعها دوبل ولا يعني هكا مباشرة تبداي تخدمي بها. وهذه هكا درت لها غير البيض مبشور، يعني الفوق درت لها برشت لها البيض مغلي الفوق، ودرت لها شوية تاع الدبشة، ما كانتش عندي فريش، عندي غير هذه شيحتها. وهذا هو الشكل النهائي البنات. الباقي كملتهم كامل سامبل، يعني غير ندير هكا صوص طوماط وشويه فرماج وندير لهم البيض والدبشه وخلاص. هذه درتها نص بنص على جالي انا نحب الخضار. الباقي كملتهم سامبل. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه وتسيوها، خليوا لي اجاباتكم وتعليقاتكم الجميله، والسلام عليكم.